سألوا الملياردير بيل غيتس حينما كان أغنى ملياردير على وجه الأرض: هل يوجد هناك من هو أغنى منك؟ فقال: نعم، هناك شخص أغنى مني. كيف هذا؟ هل يوجد ملياردير آخر يخفي ثروته؟ أجاب: كنت أسافر في كل مكان للحصول على تمويل وفرص لفكرة مشروع مايكروسوفت. كنت في مطار نيويورك في إحدى المرات، ومررت أمام بائع جرائد، فقررت أن أشتري جريدة لتسليني في رحلتي القصيرة لواشنطن. إلا أنه لم يكن لدي فئة العملات النقدية الصغيرة، فأردت أن أنصرف، وبدت علي علامات الإحباط. ناداني الفتى البائع وأعطاني الجريدة، وابتسم وقال: هذه هدية مني لك سيدي، استمتع برحلتك، وخذ هذه المجلة أيضا. تعجبت وقلت للفتى: هل يصادفك هذا الموقف كثيرا؟ قال الفتى: نعم، فالمسافرون بالطائرات أحيانا لا يملكون الفئات النقدية الصغيرة. فقلت له: وكيف تجمع أموالك يا فتى؟ ابتسم الفتى وقال: عندما أعطي من كل قلبي، هذا الشيء يجعلني أشعر بالسعادة والارتياح، فهذا الشعور بالتأكيد أغلى من بضع سنتات. كانت الطائرة على وشك الإقلاع، شكرته وذهبت على الفور. مضت 20 عاما، وفي مرة قررت السفر وحدي في طائرة عادية بدلا من طائرتي الخاصة لأخوض مغامرات الماضي. كان المطار قد تغير تماما. تذكرت وقتها بائع الجرائد وكلماته لي التي لم أفهمها وقتها. طلبت من محقق خاص أن يبحث عنه لألتقي به. أتى الفتى وجلس أمامي مبتسما، وسألته: هل تعرفني؟ قال: نعم، من في العالم كله لا يعرفك يا سيدي؟ أنت بيل غيتس، تملك نصف ثروة العالم. فقلت له: نعم، ولكن هل تعرف أن هذا الرجل الذي يملك نصف العالم مدين لك؟ تعجب الفتى وقال: لي أنا؟ كيف؟ قلت له: منذ سنوات كنت تعمل في المطار كبائع جرائد، وأهديتني في مرتين جريدتان، ولم تأخذ ثمنها لأني لم أكن أملك فئات الأموال الصغيرة. لماذا فعلت هذا؟ ابتسم الفتى بحيرة وقال: يوجد سبب سيدي، لقد أخذت المقابل بالفعل. فشعور وابتسامة الناس وقتها كانت هي المقابل. إنه شعور أغلى من المال بكثير. فقال بيل غيتس: إذن اطلب مني أي شيء ترغب به. ابتسم الفتى وقال: أي شيء؟ شكرا سيدي، أنا لست بحاجة لأي شيء. فقال غيتس: لا، اطلب، أريد أن أعوضك. تنهد الفتى قائلا: لا يمكنك تعويضي، أنت لا تفهم شيئا. الفرق بيني وبينك أني أعطيتك وأنا في قمة فقري ومعاناتي وقتها، أما أنت الآن في أوج نجاحك، وهذا لن يعوضني، ولكن هذا كرم شديد منك سيدي. قال بعدها غيتس: كلمات هذا الشاب جعلتني أراه أغنى مني، لأن أفضل أنواع العطاء هو العطاء الذي تعطيه وأنت محتاج. قصة مقدمة من بروكلين بيزنس سكول توضح الدور المجتمعي للشركات، فليس دورها هو المكسب فقط، ولكن للشركات دور في تنمية المجتمعات من خلال مساعدة المحتاجين والفقراء، فحينها ستصبح أفضل شركة في العالم. ما أكثر ما استفدته من هذا الدرس؟